اهلا بحضرتك عزيزي المشاهد. تعالوا كده نتفرج مع بعضينا نشوف مين هو حامد حمدان. شوف مسيرة اللاعب اللي هو من طنطا للجزيرة. هنرجع مع بعضينا ل6 سنين ورا، وان الاهلي كان بيتفاوض مع حامد حمدان. الصحافة كلها والقنوات طلعت واستضيفت الراجل. بالمناسبة حامد حمدان هو لاعب فلسطيني بيلعب حاليا في نادي بتروجيت في الدوري المصري. الراجل انتقل من كذا نادي، من طنطا لبتروجيت الإنتاج الحربي. لاعب خط وسط مهاجم، طوله 178 سنتي، عنده 25 سنة، مواليد 2000، وهو فلسطيني، مش هيتحسب عليك أجنبي. أنا بالنسبة لي اللاعب إمكانياته أقل من العادي، وشايف إن عليه ضجة كبيرة أوي أوي أوي. ده بيتخانق عليه وده بيعطل الصفقة، ده مش عارف إيه. اللاعب مش واو يعني، اللاعب عادي جدا 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 جدا، زيه زي أي لاعب مصري. امكانياته محدوده جدا. كويس، الاهلي كان هيتفاوض معاه من 6 سنين وكان هيخلص، وبعديها جاب وينج فخلاص ما بقاش محتاجه، بعدها اتفاوضوا تاني، وهكذا. يعني الموضوع استمر في مفاوضات من هنا لهنا لهنا، واللاعب لف في كذا مكان وراح عرض كذا حته. ده لعب مع بتروجيت السنه دي 24 ماتش، شارك في 28 لعب فيهم اساسي، سجل هدفين وصنع هدف. هل انت شايف ان الضجة اللي معمولة على اللاعب تستحق فعلا كل ده؟ انا من وجهة نظري لا. ممكن حضرتك تكتب لي في الكومنتات، هل انت شايف ان اللعيب يعني هيمشي مع اهلي او زمالك؟ يعني هل امكانيات اللاعب وان هو هيستحمل ضغط الجماهير، هي مجرد مفاوضات ومجرد مشاكل وخناقات وعند الله اعلم؟ استنى رأي حضراتكم في الكومنتات، وما تنساش تصلي على حضرة النبي وتشترك في القناة وتعمل لايك على الفيديو. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.